اهلا بيكم ستة ابتدائي. معكم مس رانيا محمد. هناخد النهاردة الدرس الاول وهو قابلية القسمة، ودي الوحدة الاولى عندي في الصف السادس الابتدائي. تعالى كده نفتكر يا اصدقائي، اخدنا ايه السنين اللي فاتت؟ اخدنا السنين اللي فاتت الاعداد الزوجية. كانت الاعداد الزوجية دي هي مين؟ 0 2 4 6 8، واي عدد احاده من الارقام دي يكون عدد زوجي. تعالى ناخد سؤال عليها. يجي يقول لي اول سؤال: ضع خط تحت الأعداد الزوجية. هديك مجموعة أعداد عندي زي 371 998 115 400. تعال نشوف مين العدد الزوجي اللي بيبدأ بالأرقام اللي احنا قلناها. هلاقي 998 أولها 8، كذلك 400 أولها 0، فهي دي من الأعداد الزوجية. تعال النهاردة هنتعرف على كتير من القواعد اللي احنا هناخدها، وأول قاعدة هي قابلية القسمة على العدد 2. إذا كان العدد أوله رقم زوجي فبيقول لي يا ميس ده يقبل الاسم على الاتنين زي الأرقام الزوجية اللي احنا أخدناها. طب تعالى نشوف قابلية الاسم عندي على العدد 4. إمتى العدد يقبل الاسم على العدد 4؟ لو كان أحاد وعشراته من جدول ضرب 4، يعني بيقبل اسم على الأربعة. تعالى نشوف زي إيه. العدد 136 ده أوله 36 أحاد وعشراته 4 في 9 ب36. العدد 100 في 4 في 0 بصفر. العدد 516 4 في 4 ب16. كذلك ال 228 عندي أحدها وعشراتها 28، يبقى بيقبل الاسم على الأربعة. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه وهو قابلية الاسم على العدد 5. أخدناه قبل كده. لو كان العدد بيبدأ بصفر أو 5 يبقى ده بيحب الاسم على الخمسة، زي ال50 وال225 أولها 0 أولها 5، كذلك ال175 وال100 أولها 5 و0. تعال نشوف رابع قاعدة وهي قابلية الاسم على العدد 10، ودي زي ال5 بالظبط والاتنين. لازما يكون العدد يا حبايب قلبي أوله 0. فالعدد لو أوله 0 كده أنا فهمت بيقبل الاسم على مين يا ميس؟ بيقبل الاسم على الاتنين، وبيقبل على ال5، وبيقبل على ال10. العدد 1000 ده أوله 0، يحب الاتنين ويحب ال5 ويحب ال10. وال400 يحب الاتنين والخمسة وال10. يبقى أنا فهمت كده إن الصفر ده يحب الاتنين والخمسة وال10 مع بعض. تعال نشوف القاعدة رقم 5 وهي قابلية الاسم على العدد 3، ودي لازم نقف فيها شوية. قال لي لو أنا جمعت أرقام العدد ولقيته بيقبل الاسم على ال3 فده يبقى كل العدد بيقبل الاسم على ال3. زي العدد 126. تعال نجمع أرقامه 6 و2 8 و1 9. التسعة من جدول ضرب 3 يبقى ال 126 تقبل على ال3. العدد 501 1 و5 6 يقبل ال3 يقبل على ال3، يبقى 501 تقبل على ال3. يبقى لازم اعمل لها اختبار. طيب تعال نشوف القاعدة رقم 6 وهي قابلية الاسم على العدد 6. قال لي لو كان العدد من الأول بيحب الاسم على الاتنين وبيحب الاسم على ال3 فبيقبل كله على ال6. يعني شرط العدد اللي يقبل الاسم على ال6 ده يكون أوله زوجي ومجموع أرقامه يحب ال3. تعال نختار عدد من الأعداد دي زي ال 124 أولها زوجي يحب الاتنين. تعال نجمع أرقامه 4 و2 6 و1 7، ما يحبنيش، ما يحبش ال3. طيب تعال نشوف هنا تمارين على الكلام اللي احنا قلناه ده. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول سؤال عندي هنا بيقول لي العدد 724 يبقى الاسم على الكام؟ أنا سامع حد شاطر بيقول لي الاسم على الاتنين عشان أوله زوجي. طب تعالى نشوف في الاختيارات في 2. لا يا ميس. طيب احنا خدنا في قاعدة قبل كده إن العدد 4 بيحب الاسم لو أوله أحاد وعشرات ويقبل على ال4 يبقى بيقبل عليه. طيب جميع الأعداد الزوجية تقبل الاسم على الكام؟ سامع حد شاطر يقول لي يا ميس بتقبل الاسم على الاتنين. خد بالك أي عدد بيحب الاسم على ال4 كمان بيحب الاسم على الاتنين، لكن ما ينفعش اقول العكس. طب تعال نشوف السؤال رقم 3 بيقول ايه. مضاعفات العدد 6 تقبل الاسم على الكام؟ يعني مضاعفات العدد 6 يعني نواتج ضرب العدد 6. طيب جدول ضرب 6 بيقبل على ال6 واللي بيحب ال6 بيقبل على الاتنين وال3، يبقى جميع ما سبق. تعال نشوف اخر سؤال معانا وهو السؤال الرابع. يرغب بنك الطعام في توزيع 108 كرتون الطعام، عايز يوزعها بدون ما يتبقى باقي. شوف ال 108 دي بتبقى الاسم على الكام؟ دي اولها زوجي تحب الاتنين، مفيش اتنين عندي. طب اجمع ارقامه يحب ال3 حب الاتنين وحب ال3، يبقى كمان بيحب ال6. وبكده يا اصدقائي نكون انتهينا من درس النهارده، واشوفكم في درس تحليل العدد لعوامله الاولانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.